أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على فضله ونعمائه، وصلى الله وسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد جريدة النبأ أن تلتقي بأحد أبرز أقطاب الإباضية والعمل الإصلاحي في الجنوب الجزائري، الشيخ سعيد بن الحاج الشريفي، رئيس جمعية الحياة، وتتشرف بمحاورته في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المعظم، يوم الجمعة الموافق لليوم 22 من رمضان، الموافق ل 4 مارس 94. شيخنا الفاضل، لعل أول سؤال نطرحه عليكم: من هو الشيخ عدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي العزيز، طلبت مني مطلبا تصعب علي إجابته، فإن أجبت عنه ربما يكون جواب مخل ومختصر جدا، ولكن حسب رغبتك وتأمين فإنها أستطيع أن أجيب على بعض أسئلتك حسب ما بقي في الذاكرة. كما تعرفون الذاكرة شيخ كبير مثلي تضعف كثيرا، خصوصا في هذه السن المتأخرة. كما يقولون: خذ من جذعي ما أعطاك. في سنة 31 تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائرية. تأسست. أنا لم أكن ذلك الشخص الذي في ذلك الوقت، وإنما دعيت الشيخ بيوت. طلبت من الشيخ بيوت مرافقه، قال لابد أنت تنوم ونبي في المعدن نتاجر معا، فقال لك وباتت فرصة أخرى. ذهب بمفرده إلى الجزائر، وكان من المؤسسين في أسبوع التأسيس. حضر في التأسيس قبل التأسيس، يعني حضر في تهيئة القانون الأساسي، ومن المؤسسين، وكان من الإداريين بعد دخل في مجلس إدارة الجمعية في أول سنة تأسيسها، ولكن خرج بها سنة فقط، لأن الإدارة تحتاج إلى اجتماعات في وسط السنة، ويتعذر على الشهريات حضور هذه الجلسات. لذلك قلة مواصلات، واحد يروح الجزائر لمدة من يومين ولا 3. إذا يبيت في شهر غيره ويبيت في المعوات ولا في جوفة، يتيم يصل إلى الجزائر، يوصل الانتقال. إذا كان الشيخ والإخضر هو الذي يتولى، يعني إدارة دائما، يعني عضو في إدارة بالنسبة للإباضيين، عضو في الإدارة موجودين في الجزائر. الشيخ والإخضر يقيم في الجزائر كما تعرفون لإصدار الجرائدي. بالنسبة لكم، هل لقيتم بعد ذلك أنا السنة الثانية حضرت الاجتماع العام، لم يحضر الشهريون، وحضرت الاجتماع السنوي العام السنة الموالية، يعني السنة الموالية 32. كانت هناك صورة وجودا لا تكون عندي صورة للأعضاء، صورة عامة للجلسة العامة، مشايخ من الإدارة، الصورة والحافظة من كل موجود، واليوم الصورة موجودة هناك. السنة الثانية هذه فقط حضرت هناك، حضرت مادة خاصة قام الجمعية للحاضرين الضيوف. وبعد ذلك كنت متصل كما بالاتصال في تلك السنة التي حضرت فيها. توجهت جمع الشراكات
خاصة بالإبادية التجار الإبادية في الجزائر، جمعت بعض الاشتراكات يمكن ذاك في هذه السنة. هل يحصل لكم لقاءات مع بعض علماء الجمعية؟ لقاءات خاصة أو لقاءين مع الشيخ العقيدين غالبا عشية إقامتي في الجزائر قليلة، ولكن كلما أتيت ذلك أرشى النادي الترقي كل يوم عشية نجلس معه مع بعض الرفاق من الأخوان، نجلس معه هكذا للمحاورات في بعض الأسئلة للإصلاحات ذلك، وأحضر دروسه وكذلك، لكن إقامتي في الجزائر قليلة ليس إقامتي هنا في القاهرة. عندي لقاء كذلك مع الشيخ البديل في مسألة خاصة لقاءات لقيته ذاك قبل بعد الجمعية، التقيت معه في قسنطينة عند ذهابي الحج مرة في قسنطينة في سنة 34 اجتمعت به، أرحب به وإن لم كنت شخص ذاك، وإنما بصفة تلميذ الشيخ رجال وكان معين الشيخ رجال، رحب بي ترحيب كبيرا. وماذا تذكرون يعني من ذلك اللقاء؟ لا أذكر شيء، لا أذكر كيف كان الشيخ البديس يعني؟ شخصية روحية، شخصية بارزة، يعني لا مهابة حقيقة، له قيمة على بساطته من حيث الترحيب والبشاشة، ولكن له مهابة علماء مخلصين عالمين. أذكر جزء حقيقة تلتقي بها كثير مع بعض الأخوان، لا أذكرهم الآن. أذكر الفتى جاءهم في سنة 29 في العبور ولا 28 لا 26 لما جاءت خرج جريدة منتقم، والجريدة الإصلاحية خرج الشيخ لا جمعية العلماء، إذا كانت تؤسس الشيخ البديل رئيسها والذي تولى المنتخب عطلت وجاءت الشهادة بعده. كان متزوج لهذه الجريدة الهادي السنوسي تعرفونه، صاحب كتاب شعراء الجزائر العظم حاضر. جاء هنا القرار المتزوج كذلك، أخذ شرعات كثيرة وكانت له جلسات معه. أذكر أنه جلب معه كتاب مبادئ الفلسفة، قرر لنا وصول قليلة هكذا قراءة مستعجلة، وعجبت به كثير. فلما ذهبت للشاهدون ما ذهبت لأخوي تلقيت الشيخ الشيخ البديل، طلبت هل يوجد كتاب عندكم؟ قرأت له، قال لي هكذا من الحج وتسألوا عن فلسفة. قلت في نوع الحج كله فلسفة، الإسلام كله فلسفة. أخيرا وجدت هذا الكتاب وأخذته معي من المكتبة.